أيام قليلة من إعلانه عن مرضه العضالي والذي سيلزمه بالابتعاد عن مزاولة عمله الفني لأشهر عديدة، تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لإعلان سهرة فنية سيحييها الفنان المغربي أمين التمري المعروف بأمينوكس، بالإضافة إلى الفنانة الشيخة تسونامي مساء الاثنين 9 مايو الجاري بالجديدة. وعبر عدد من النشطاء عن امتعاضهم من ظهور النجم المغربي أمينوكس أيام قليلة بعد إعلان مرضه بهذه السهرة الفنية التي سيحتضنها مسرح عفيفي بالجديدة، وهو الذي أوهم يضيف ناشطون جمهوره بأنه مريض بمرض خطير يحتم عليه الابتعاد على الغناء ومتابعة العلاج لمدة 6 أشهر القادمة، كما لمح إلى بإمكانية عيد عودته للساحة الفنية في المستقبل، وهو الأمر الذي تعاطف معه عدد كبير من الجماهير المغربية والتي تمنت الشفاء العاجل لأمينوكس. فيما رأى آخرون أن الأمر يتعلق بسياسة تسويقية إشهارية أقدم عليها الفنان المذكور من أجل التسويق لصورته الفنية. تبقى الأيام المقبلة كفيلة بترجيح صحة كافة المتعاطفين معه والضاربة في صحة رواية الفيسبوكيين المغاربة وصحة مرض الفنان المغربي صاحب أغنية هذا ضيديه. السلام عليكم، وادعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق.